بنتي عندها 25 سنة ومش قادرة أجوزها، ومش قادرة حتى أوافق على عريس من اللي بيتقدموا لها، علشان بتعمل حاجة لا يمكن حد هيوافق عليها. بتعمل شيء محدش ممكن يصدقه. ولما حبيت أفضفض لأختي وأقول لها مصيبتي إن بنتي عندها 25 سنة ومش قادرة أجوزها، قالت لي على حاجة حرام لازم أعملها وأنا رافضة. كل الناس بتسألني جوزتي بناتك التانيين، اشمعنى دي اللي مش عايزة تجوزيها؟ وأنا قافلة بقي ومش راضية أتكلم، ولا راضية أقول المصيبة اللي البت بتعملها، خايفة من الفضيحة. وعمالة أقول وأكدب وأقول إن أنا مش قادرة أستغنى عنها آخر العنقود، لكن حاطة همي في قلبي وساكتة. تعالوا بينا نسمع القصة كاملة، بس قبل ما نقول أي حاجة نصلي على النبي كلنا في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام. الحاجة أمينة الحاجة أمينة اترملت ومعاها 3 بنات. الحاجة أمينة عاشت أم وأب، وكانت بتشقى وبتتعب علشان تربي ال3 بنات. لما جوزها مات سابهم قطط. هتعمل ايه؟ هتتجوز؟ قالت لا، مش عايزة رجالة، أنا عايزة بس أربي بناتي ال3. وقعدت على كده سنين وسنين وسنين تربيهم، وربنا أكرمها. شوية تشتغل خياطة، وشوية تشتغل في البيوت، وشوية تشتغل تبيع شوية هدوم، وشوية شوية خضار في الشارع، وشوية سمك. المهم اتبهدلت واتمرمطت. ولما كان حد يعوزها في شغلانة تقول مش مهم، أنا راضية. وجاء أول عريس لبنتها الكبيرة، جهزتها وجوزتها بالدين، بس سطرتها وفضلت تدفع في أقساطها كتير جدا، بس برضه سطرتها. وفي ثانية البنت التانية جالها العدل برضه، وبرضه جوزتها بنفس طريقة أختها بالدين والسلف، وسدت ديونها بشقاها وبتعبها، محدش ليه عندها أي حاجة. الحاجة أمينة ست مكافحة جدا لحد ما جت آخر العنقود اللي المفروض إن هي تتجوز، لأن وصل سنها 25 سنة. كل ما يجيلها عريس ترفض، والبنت ترفض وبشدة. ابتدوا اخواتها البنات يجوا، يا أمي بنتك عندها 25 سنة وسنها كبير مش صغير، احنا اتجوزنا أصغر من كده، انتي مش عايزة تجوزيها ليه؟ وليه كل عريس بيجي أحسن من التاني انتي بترفضيه؟ يا أمي في ايه؟ بنتك مالها؟ تقول أبدا أنا مش قادرة أبعد عنها، أنا مش قادرة أسيبها تمشي بعيدة عني ولا تتجوز. دي آخر العنقود، أبوها سايبها سنة سنة، وأنا عشت معاها وعاشت معايا وهي متعلقة بيا. لكن الحقيقة إن في سر كبير جدا أنا قافلة بقي عليه، هو إن بنتي اللي عندها 25 سنة بتعمل حمام على نفسها. أيوة، عندها تبول لا إرادي، وأنا للأسف مش قادرة أتكلم. كل يوم الصبح أغير لها وأغير الملاية وأطلع المرتبة في الشمس وهي كبيرة كده. اخواتها عارفين انها عندها تبول لا ارادي بس وهي صغيرة، لكن مش لما كبرت كده. عرضتها على دكاترة كتير، كله بيقول لي حالة نفسية، وانا مش عارفة النفسية دي من ايه. انا موفرة لها كل حاجة، بس فعلا بتعمل حمام مش مرة واتنين، طول الليل شغالة تعمل في حمام، وانا اغير واغير واغير. لحد ما اختي الكبيرة جاتلي قالت لي ايه يا بنتي، هي بنتك دي انت مش ناوية تجوزيها؟ بقى فيها ايه؟ قلت لها انا هقولك واحكيلك، بس خليه سر بينا. قالت لي طيب قولي، البت عملت غلط؟ قلت لها حاشا لله مفيش كده. انا بنتي ارجوكي بس ما تقوليش، وكنت مترددة ان اتكلم. قلت لها انا بنتي بتعمل حمام على نفسها. قالت لي في السن ده؟ طب اكشفي عليها. قلت لها كشفت ومفيش فايدة،
والكل بيقول لي حالة نفسية وانا مش عارفة من ايه، وعمال يجيلها عرسان كل عريس احسن من التاني. لقيت اختي بتقترح عليا شيء حرام انا ما اقدرش اعمله. قالت لي بصي، هو مش الدكاترة قالوا حالة نفسية؟ قلت لها ايوه. قالت لي خلاص، خليها تتجوز، ولما تيجي تتجوز ويكتشف اول يوم انها عاملة حمام على السرير نقول له حالة نفسية. ده عمرها ما حصل لها كده، هي عشان بعدت عن امها بس. لكن هنعمل ايه وهو يجري بيها على الدكاترة بقى، ادام الدكاترة قالوا حالة نفسية وسيبيه. قلت لها ايه ده؟ انت عايزاني اغش ابن الناس؟ انت عايزاني افضح بنتي؟ وافرضي ما سطرش عليها وراح فضحها هنا وهنا وهنا وهنا، البنت تموت نفسها قهر، او تحزن، او الحالة النفسية بتاعتها تزيد وتبقى مصيبة اكبر من التبول اللا ارادي. انا لا يمكن اعمل كده. اختي عمالة تقنعني بكده، لكن انا خايفة على بنتي وقبل بنت الراجل اللي هيخش بيتي. ازاي اكذب عليه؟ ازاي اقول له حاجة زي كده وما صرحوش بالحقيقة؟ لكن اختي بتقولي سيبيه، هنقول حالة نفسية عشان بعدت عنك، وعمالة تقنعني. وانا شايفة بنتي قدامي عمرها بيعدي، وبرضه مفيش فايدة ولا علاج نافع ولا ده نافع. انا مش عارفة اعمل ايه. قولولي، اضحك على ابن الناس فعلا وادبس بنتي في جوازة؟ طب ما ممكن يطلقها، وممكن يفضحها قبل ما يطلقها كمان. انا مش عارفة اعمل ايه. البلوى جوايا والهم راكبني، ومش عارفة اتصرف ازاي. افيدوني. طبعا انت معاكي حق انك ما تغشيش ابن الناس ده، لكن انت ممكن لو لقيتي واحد ابن حلال ومحترم تصرحيه. والله وافق وافق، ما وافقش خلاص، وهيبقى سر بينك وبينه، خلاف ما تتجوزي بنتك ويكتشف الكارثة دي. هتبقى فعلا ممكن فضيحة بجد لو هو ما قبلش الموضوع ده. لكن انك تخدعي، لا، انا ما عنديش بصراحة استعداد اقولك الجملة دي او وافقي اختك. ومعانا ناس حلوة في الكومنتات بتاعتنا بيكتبوا تعليقات جميلة وردود حلوة جدا. ارجوكوا رد عليها وقولوا لها تعمل ايه. موافقين على رأي اختها، ولا على الرأي اللي احنا قلناه، ولا موقف الست امينة اللي هي فعلا رافضة تغش اي راجل يتقدم لبنتها؟ بس انا يعني مش عارفة ليه يعني الطب عاجز عن علاج بنتك. طيب لما هي عندها حالة نفسية، طب ما توديها لدكتورة نفسية. قولي لها ان انت مش عايزة ليها اي ادوية، لان الدواء النفسي لو اتمكن في الجسم بيعمل حاجات خطيرة. قولي لها محتاجة انك تتكلمي مع بنتي وتتناقشي معاها ونعالج الموضوع ده. يمكن فعلا جواها كبت من حاجة ومش قادرة تقولهولك انتي، وتقوله للدكتورة النفسية دي وتفضفض باللي جواها او تطلع اللي جواها. حاولي تشوفي لها دكتورة نفسية قبل حتى ما توافقي على اي عريس وتصرحيه بحاجة. خلي العلاج النفسي مش دواء بس، كلام ممكن تسمعها وتحاول تطلع اللي جواها. ويمكن تكون بنتك انت مش مقصرة معاها فعلا، بس هي جواها ضغوط نفسية من حاجة. انا مش هقلل من حضرتك، ممكن تكون هي صعبان عليها مثلا ان انت بتشتغلي هنا وبتشتغلي هنا في بيت وده وده. يمكن حد في يوم من الايام عايرها، يمكن شافت هي نفسها اقل من صحابها. ايا كان اللي كنت بتوفره لها جواها شيء مضايقها، فمش هتعرف تطلعه ليكي ولا لاخواتها. خليها تروح لدكتورة نفسية او دكتور نفسي. انصحك بدكتورة، لان الستات بيفهموا بعض. وسيبيها تتكلم معاها، وقولي لها انك مش عايزه دواء، اني عايزه بنتي بس تفتح قلبها ليكي وتتكلم معاكي. هي دي مشكله النهارده يا جماعه. اللي عنده حل او اي شيء تاني غير اللي انا قلته يتفضل يكتبه في الكومنتات ويساعد البنوته ويساعد مامتها. شكرا لكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصه جديده في قصص وحكايات هدى.